السلام عليكم اخوتي. المهم اخوتي، جيت اليوم باش نقول لكم الموعد ديال المباراة ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب البوروندي في مقابلة ودية. المهم كما تشوفوا اخوتي في هاد الصورة هادي، نتمناو ان شاء الله، راه الصورة راه تبين لكم كلشي. المهم شوفوا الاجواء، يا سلام، هادشي هذا راه ماشي تيران، هذا راه جحيم كروي ديال ولاد الشعب. الجمهور شاعل غيكون ان شاء الله، والفلامات الرايات تترفرف الغوات. اي منتخب يدخل لهنا خاصو يعرف بلي جاي عند الاسود. شو المدرجات كيفاش غادي تكون دايره، ان شاء الله الحمراء مغطيه كلشي، والناس كاملين غير كيغنيو ديما مغرب. هادشي ماشي غير ماتش ودي، هادشي راه حرب كرويه ديال الفرجه والمتعه. الجمهور المغربي باغي السينما الكرويه، انا بغينا نتفرجوا، باغي التيكي تاكا، باغي الاهداف، باغي التباديل. فهمتوني يا خوتي؟ المغرب داخل بقوه الضاربه، واللاعبين عارفين بلي الجمهور باغي الفرحه وباغي يشوف الاسود كي يدوروا الكره بحال كبار اوروبا. اليوم التيران غادي يغلي، والخصم غادي يحس بالضغط من اول دقيقه، حيت ملي الجمهور المغربي كيشعل المدرجات حتى اللعابه كيوليو وحوش. واللي مازال ما دارش لايك ولا سبسكرايب يديرو باش يوصل لك كل جديد اخوتي. وبعد هاد الاجواء الناريه يا ولاد الشعب، دابا غادي نمشيو للحاجه اللي كاملين كنتسناوها. شحال غادي شحال غادي تلعب الماتش، وفاش وفين وشكون غادي ينقل هاد الحرب الكرويه؟ خليكم معايا، حيت المباراة هادي وهذا بالسينما الكروي. ودابا نمشيو مباشرة لتفاصيل الكاميرا ديال المغرب ضد بوروندي. هانتوما اخوتي كما تشوفوا معنا في الصورة اخوتي، كما تشوفوا هذه هي الحرب الكروية اللي كاملين كنتسناو. المغرب ضد بوروندي ماتش ودي، ولكن يعني المغاربة الكثير. المباراة غادي تلعب نهار الثلاث 26 ماي 2026 على الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب، في ملعب مولاي عبد الله بالرباط. شوفوا غير الاجواء، التيران غادي يغلي، والجمهور المغربي غادي يحول الرباط لبحر حمر. هذا الماتش ماشي غير مقابلة عادية، هذا ماتش استعداد للحروب الجاية ان شاء الله في كأس العالم. الأسود داخلين باش يوريو الشخصية والقوة ديالهم قدام الجماهير. في هذه المواجهة العين كاملة غادي تكون على النجوم: أشرف حكيمي، زياش، إبراهيم. وهذه التشكيلة راه غير توقعات يوسف نصيري. أما المنتخب بوروندي داخلين تاهما بروح قتالية، باغيين يديرو مفاجأة قدام أسود الأطلس. والمباراة غادي تنقلها بزاف ديال القنوات باش العالم كله يشوف شنو واقع في المغرب. وانت يا ولد الشعب، شنو التوقع ديالك النتيجة؟ واش الأسود غادي يدخلوا بالقوة الضاربة؟ كتب لينا في الكومونتير، ومتنساش دير لايك وسبسكرايب باش يوصلك الجديد. ندخلوا اخوتي للصورة الثالثة كما تشوفوا معنا. العار يا ولاد الشعب، العار. شوفوا غير هاد التشكيلة، والله حتى كتبرد القلب، والله غير هادي متوقعة. المغرب اليوم يدخل التيران بالقوة الضاربة، والمدرب المغربي باغي الفرجة وباغي السينما الكروية. في الحراسة كاين ياسين بونو، سيجي مساو ديال الهلال، حارس مرمى وخبرة عالمي في المواعيد الكبيرة. جا اليوم كاين الصاروخ أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، هاد الراجل طلق الجناح ديالو الله يسر. والدفاع نايف أكراد المحارب ديال ريال سوسيداد، ومع القائد رومانسيس الخبرة والقتالية. المهم الجهة اليسرى كاين نصير مزراوي على مانشستر يونايتد، راجل كيعطيك الدفاع والهجوم بجوج في نفس او ميم طون. اما في وسط الميدان كيصبر من مرابط الوحش ديال الفريق. هذا السيد كيقاتل على كل متر في التيران. وعندك عز الدين أناحي الفنان ديالنا، كيخرج بالكرة بحال الساحر. وزيد عليهم بلال أخنوس، الموهبة ديال ليستر سيتي، ولد صغير ولكن عنده عقلية كبيرة. أما الهجوم الله الله، كاين حكيم زياش، ديال الوداد، يوسف نصيري اتحاد، راسو صاروخ، اي كرة عالية خطر على المرمى. كاين ابراهيم دياز الفنان ديال ريال مدريد الاسباني، تسيد كيخدم الكرة بحال البلاي ستيشن. ودكات الحسيات تا هي نار. الزلزولي، الكعبي، امير شارشون، الياس اخوماش، كلشي بدا يقدر يقلب الماتش. الصراحه يا ولاد الشعب، هاد التشكيله كتبان واجده باش دير المتعه والفرجه، وبوروندي خاصها تكون واجده لهاد الحرب. شنو رايكم في التشكيله؟ وشكون اللاعب اللي متوقعين يضرب اليوم؟ كتبوا لينا في الكومونتير، ومتنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش يوصلكم كل جديد. انا دابا تندير لكم فيديو تنمونطي، وشو هذا فار عليا كالري. المهم اخوتي، دابا تشوفوا معنا في هاد التصويره
يا ولاد الشعب، جينا نشوفو المنتخب اللي غادي يواجه أسود الأطلس. منتخب بوروندي الصراحة المنتخب بوروندي داخل برجولة وما جايش يسلم الماتش. اللعيبة ديالهم باغيين يبينو راسهم قدام المغرب والجمهور الكبير. في الحراسة كاين جوناثان نيامانا الحارس ديال ايغل نوار، السيد غادي يكون عليه ضغط كبير قدام هجوم الأسود. في الدفاع عندهم كريستوف. المهم اخوتي ما عندنا ما نديرو بهاد السميات ديالهم واللعابة ديالهم حيت معروفينش. ما عليناش. التوقع ديالي لهاد الماتش هذا اخوتي هو النصير يقدر يجيب البيت، وابراهيم دياز وزياش حتى هو. وانتم ولاد الشعب عطيونا التوقعات ديالكم في الكومونتيرات، ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب. المهم دابا وصلنا للحظه اللي كنتاينا انايا التوقع ديالي. الا شفنا الجوده والاسماء والخبره ديال هاد اللعابه اخوتي، اشرف حكيمي، دياز، زلزولي. المهم اما المنتخب البوروندي فجينا نقارنوه مع المنتخب المغربي، هذا راه كاين فرق كبير. وانا التوقع ديالي اخوتي المغرب غادي يفرقع الرمانه ب3-0. يقدر يباركي النصيري بشي رأسية قاتلة. ابراهيم دياز، اشرف حكيمي. ولكن الكره ما فيهاش الامان، هي المنتخب اللي عطيتيه الفرصه يقدر يفاجئك. ودابا انت شحال كتوقع تسالي بالرجوله؟ كتب لنا في الكومونتيرات التوقعات ديالك. وما تنساش ديروا اخوتي لايك وتشتركوا في القناه ويلترا كره، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات الجديده ديال الكره والفرجه والكلاشات الكرويه. ودابا وصلنا للنهايه ديال الفيديو اخوتي. هاد الحلقه خرافيه ديال الماتش المغربي بوروندي. عجبكم المحتوى قدام ديالكم لينا راه تيفرحنا. باش نوصلوا بهاد الطاقه الزوينه، ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ديال الكره المغربيه والعالميه. راه جاي شي حاجه الهربه اكثر من بزاف تحليلات وتشكيلات واهداف واجواء الجماهير وكلاشات كرويه سخونه. واخا قبل ما نسالي اخوتي، كتبوا لنا في الكومونتير شحال كتوقعوا تسالي الماتش ديال المغرب وبوروندي. كان معكم اخوكم من قناه الترا ماروك، ديما المغرب ديما الاسود. تحياتي.